كم من الأمراض التي شفيت بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمراض الروحية شفيت بقراءة القرآن الكريم والمواظبة على شيء من سوره وآياته. كم من الأمراض التي ذهبت وهي أمراض نفسية من خلال التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كم من الأمراض العضوية الجسدية التي اختفت تماما والتي كانت تظهر يعني في فحوصات الأطباء وفي الأشعة التي يجريها الأطباء ظاهرة للعيان، ثم بعد ذلك اختفت بالمواظبة على قراءة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم يعني في هذا الزمن يعني نرى أن الأمراض قد كثرت، الأمراض العضوية قد كثرت، وكثرة هذه الأمراض العلوية يعني يمكن أن نردها إلى الأمراض النفسية التي امتلأت بها يعني صدور الناس. هذه الأمراض النفسية تتحول إلى عقد، وهذه العقد والهموم والغموم تؤثر لا شك على خلايا جسد الإنسان. خلايا جسد الإنسان هذه خلقها الله سبحانه وتعالى لتعيش في تناغم وفي تجانس وفي سلام وفي راحة وفي اطمئنان وفي سكينة. إذا اختلت هذه الموازين في هذه الخلايا لا شك أنها ستتأثر، وهذا التأثر في خلايا الإنسان يعني نقصان، وهذا النقصان يعني دخول الأمراض والأوبئة إلى هذا الإنسان. إذن الجانب النفسي جانب كبير وعامل كبير جدا في يعني حفظ الإنسان، حفظ جسد الإنسان من هذه الأمراض. فالإنسان الذي عنده تلاوة يومية من كتاب الله تبارك وتعالى، وعنده أوراد يومية من كتاب الله تبارك وتعالى على مستوى السور وعلى مستوى الآيات أو مقاطع الآيات، والتي لا يغادرها أبدا في ليله ونهاره، لا شك أنه أقرب إلى الطمأنينة وأقرب إلى السكينة وأقرب إلى الراحة وأقرب إلى يعني الصحة الداخلية، أقرب إلى الصحة الداخلية. ويعني تحدثت في مقطع ربما بالأمس أو قبله في مقطع عن التشافي بالقرآن الكريم، يعني أشير هنا إلى بعض الأشياء منه فقط لأن الوقت أدركنا، والقرآن يعني الحديث في هذا الجانب أو في هذا المحور له شجون وهو متفرع تفرعا كبيرا، ويمكن الإنسان أن يجده أيضا يعني مواضيع يطرقها في اليوتيوب أو يجدها في الكتب. هنالك كتب عنيت بالاستشفاء بالقرآن الكريم، كيف يعالج الإنسان نفسه بكتاب الله تبارك وتعالى. نحن اليوم نرى أن الإنسان إذا أصابته حمى طيب أو صداع أو شيء فلم يحتمله يبادر مباشرة إلى أن يأخذ شيء من الحبوب، بنادول، أدول، أيا كانت هذه، مباشرة تعامل مادي. طيب لماذا؟ لأن القلب تعلق بالماديات، تعلق بالمحسوسات، أو يذهب مباشرة إلى الطبيب، يذهب مباشرة إلى المستشفى والمركز الصحي. لماذا؟ لأن القلب تعلق مباشرة بهذه الماديات. هذا ليس مذموما، هذا أمر محمود، طلب العلاج مشروع، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كان القرآن عندهم كل شيء، بل هو البداية والمنطلق. فيمكن للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة طيب على المريض، أو يقرأ سورة الفاتحة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا، يقرأها في ماء ثم يشرب من ذلك الماء ويغسل وجهه ويغسل كفيه طيب، ويكرر هذه المحاولة. هذا ليس معناه أنه يقتصر على هذا الجانب فقط، لا، وإنما نريد أن يكون المنطلق دائما كتاب الله تبارك وتعالى مع الكبير ومع الصغير، مع الرجل ومع المرأة، يتربى أو تتربى الأسرة في البيت على حب كتاب الله سبحانه وتعالى والانطلاق من كتاب الله في كل شيء. طيب، ومن الأشياء يعني اللطيفة التي أذكرها أن وصلتني رسالة في يعني مع انتشار محاضرات الذكر وأنواع الذكر وفضائل الذكر وغير ذلك، وصلتني رسالة يعني كتبتها صاحبتها أنه امرأة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بشيء من الأورام الخبيثة المسمى بالسرطان، عندها بنتان، هاتان البنتان قامتا يعني تتلوان اسم من أسماء الله الحسنى، ليس له علاقة بهذا الجانب، جانب الشفاء، جانب الشفاء يعني الشافي زين ويعني غيره من الأسماء أو الآيات التي تناسب هذا المقام، وإنما قامتا تتلوان اسم الله عليم على أمهما كل ليلة يصلان إلى 1000 تقريبا من العدد زين أو أكثر من ذلك. ثم بعد فترة عندما حاد موعد الفحوصات الفحص الطبي لم يجد الأطباء هذا المرض بتاتا في جسد هذه الأم. النية تقدمت سبحان الله، مع أن الاسم هذا يعني يفيض على الجانب العلمي والمعرفي،
أكثر مما هو في الجانب الصحي. ولكن ذكر الله تبارك وتعالى كله خير، وذكر الله تبارك وتعالى كله بركة. طيب هذا فعل القرآن الكريم، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى مع هذا المرض في هذه الحالة. كيف يفعل الطب الجانب العلمي المتقدم المادي المحسوس البحت، كيف يفعل مع المريض في هذه؟ يتعامل معه بالإشعاع النووي، ويتعامل معه بالكيماوي، ويتعامل معه بإجراء العمليات الجراحية وتقطيع الأعضاء وغير ذلك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم والمسلمين من هذه الابتلاءات العظيمة. إذن قبل أن يتعرض الإنسان لهذه الأسباب ويصاب بالهلع وينخلع فؤاده، إذا كان عارفا بكتاب الله تبارك وتعالى ممن يحسنون التعامل مع الكتاب العزيز، سينطلق أولا وبداية مع القرآن الكريم متزامنا أيضا. طبعا هذا التعاطي متزامن مع الأسباب، الأخذ بالأسباب الطبية، فيجد بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا.